السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا سعاد ودي قناتي. لو أول مرة تشوفوني وعجبكم محتوى فيديوهاتي حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد بقدمه وتكونوا أول ناس بتشوفوه. طبعا مش محتاجة أقول لكم إن انتوا وحشتوني كتير كتير، كانت غيبة طويلة طويلة، بس حابة في أول الفيديو إن أنا أشكر كل حد وقف جنبي ودعمني وشجعني إن أنا أرجع تاني بعد ما كنت قررت خلاص ان انا يعني اعتزل قبل ما ابدا. فشكر خاص جدا جدا جدا، مش عايزه اسمي باسماء عشان هم كتير الحقيقه وحبايبي كتير، ودايما يا رب واقفين جنبي وبتشجعوني ودعمني جدا جدا جدا، فربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب العالمين. وطبعا كل عام وحضراتكم بالف خير، بمناسبات كتير كتير عدت وانا مش معاكم، فكل عام وحضراتكم بالف خير، وربنا يا رب يعيد علينا الايام الحلوه دايما بالخير والصحة والستر يا رب العالمين. تمام. هنا بقى كان في اول الفيديو ماشي، فانا شميت ريحة الدراسة كده، فقلت اعمل لكم بقى حاجات حلوة من اللي احنا بنحبها، المعجنات دي اللي بتملى البيت بالخير، وريحة العجين كده والخبيز كده بتخلي البيوت كلها عمرانة. فيا رب يا رب دايما بيوتنا عمرانة بالخير ومستورة بإذن الله. فاول حاجه بدات لكم من ساعه ما وقفت، انتوا عارفين اخر في فيديو انا وقفت فيه كان الليد ده اتحرق او فرقع فحبيت اغيره. فاول ما حاجه عملتها ان انا غيرته، اي نعم انا حاسه ان في حاجه غلط في الاضاءه انا مش فاهماها برضو، بس ربنا ييسر ان شاء الله. ولو استمريت باذن الله كده اغير الاضاءه بتاعه المطبخ كده واظبطها باذن الله، فربنا ييسر احوالنا جميعا يا رب. بس فاول حاجه عملتها ان انا غيرت الليد كده ونورت المطبخ من اول وجديد، فدي كانت اول خطوه. بس بعد كده هبدا بقى، اول ما صحيت من الصبح كده قلت اعمل شويه معجنات كده، عشان احنا الحمد لله يعني عقبال عندكم كده بدانا دروس، فقلت ان انا اعمل حاجه معجنات عشان اخليها للبنات كده وهم رايحين الدروس الصبح، اسخنها تسخين خفيف كده من الفريزر وتبقى سهله عليا ان شاء الله. فالعجينه الحلوه دي، العجينه دي تنفع لاي حاجه في اي حاجه في اي حاجه ماشي. العجينه ده عندي نص كيلو دقيق او 4 كوبايات من المج اللي فيه اللبن اللي قدامكم ده. تمام. النص كيلو بيبقى 4 كوبايات او مجات. عندي انا كاتبه لكم المقادير على الشاشه عشان لو عايزين تاخدوها سكرين شوت، لان العجينه دي تحفه تحفه تحفه، وبتنفع في اي حاجه تتخيلوها هتمشي معاكم ان شاء الله. تنفع قرص، تنفع باتيه، تنفع كرواسون، تنفع اللي هي الفينو، كل حاجه. سندوتشات كده باللحمه المفرومه، سندوتشات بالفراخ، سندوتشات بحشوه الجبن، اي حاجه هتنفع معاكم، وبتنفع جدا في الرحلات وفي المصايف وفي المدارس وفي كل حاجه. تمام. والفطار والعشاء. المقادير مكتوبه قدامكم اهو، بس انا برضه هقولها لكم. عندي نص كيلو من الدقيق، عندي معلقتين من السكر، عندي معلقتين من اللبن البودر ممكن تستغني عنهم خالص، عندي ربع كوبايه من الزيت، عندي ربع معلقه ملح عشان احنا كده كده هنحشيها جبنه، وعندي تاني، عندي معلقه صغيره بيكنج باودر او نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، و تاني وباكو خميره. تمام. بخلط المكونات الجافه كلها مع بعضها، وبعد كده اخر حاجه عندي بحطها معلقه كوبايه من الزبادي او لبن رايب، ونص كوبايه من الميه بكمل بها العجن. واخر حاجه انا حطيتها دي اضافيه خالص، يعني ممكن ما تحطيهاش، اللي هي معلقه السمنه، بتخلي لها طعم حلو كده وبيدي لها تيست مختلف. تمام. عجنتها وتمام وسبتها تخمر وبقت بالشكل الجميل ده. طبعا الجو حر مش محتاج طبعا وقت طويل. احلى حاجه في الصيف ان هو الخميره ما يعني المعجنات اللي فيها خميره ما بتقعدش، هي نص ساعه بالظبط وبتلاقيها بالشكل الحلو ده، عجينه ناعمه وطريه وحلوه جدا جدا جدا. عندي هنا حشوه الجبنه القديمه، انا عندي كان شويه جبنه قديمه كده فهرستهم كويس، وعندي جبنه من الجبنه العلب، اي نوع جبنه انت تحبيه، وعندي سمسم للوش. تمام. بس هقسم العجينه عندي نصين عشان هعملها على شكلين. الشكل الاولاني اللي هو اللي زي الفينو كده وعليه زي سندوتشات كده بس محشيه، والنص التاني هعمله باتيه محشي بالجبنه اللي هي جبنه العلبه دي، بتبقى حلوه جدا جدا في الباتيه، وسهل جدا بقى من غير ولا فرد ولا عجن ولا طبقات ولا الحوارات دي كلها، مفيش اسهل من كده. النص الاولاني اللي انا هعمله سندوتشات بقى، فقسمته لكور صغيره كده حسب طبعا حجم الكره اللي انت عايزاه. وعندي للوش هنا جبت معلقه ميه، ما كانش عندي بقى ولا نسكافيه ولا الحاجات اللي احنا، ولا مش عايزه اكسر بيضه على الفاضي، فعملت شويه ميه عليهم معلقه من السكر صغير كده ودوبتها، وهندهن بها الوش هتخليه محمر وزي الفل زي ما انتوا شفتوا كده. تمام. هفرد بقى، جبت العجينه
هفردها زي ما انتوا شايفين الشكل بقى اللي انتوا تحبوه، يعني عايزينها تعملها زي القرص دواير مفيش مشكله، زي اسمه ايه، اسمه ايه اللي مدور ده، الكايزر. مش هيقول لا. انا عملتها زي الفينو كده عشان تبقى كانها سندوتشات محشيه كده، تبقى حلوه. طبعا مش محتاجه اقول لكم تخزينها بنعمل فيه ايه. من اول ما بتخرج من الفرن يا دوبك تهدى حاجه بسيطه خالص خالص خالص، وبعد كده بتحطيها في اكياس وتحطيها في الفريزر على طول وهي لسه دافيه، عشان لما تيجي تطلعيها بعد كده من الفريزر تبقى تحطيها في الفرن او في الميكروويف ايا كان الاداه التسخين اللي هتسخني فيها، وبتطلع كانها لسه معموله دلوقتي حالا. تمام تمام. وبرده الفيديو الجاي ان شاء الله هبوريكم وانا بسخنها. خلاص. بس كده هخلص بس السندوتشات بتاعتي دي كده، وانا بعمل دلوقتي وجت المرحله الثانيه ان انا هحطها بس في الميه اللي بسكر، وبعد كده هحطها على السمسم ده عشان تلقط بقى والسمسم يلزق فيها. تمام. ممكن تتعمل ساده من غير سمسم، ممكن تتعمل بحبه البركه، ممكن يعني بالزعتر هتبقى حلوه جدا برضو، يعني فده اللي يريح. خلاص. انا كده خلصت العجينه الاولانيه. النص الثاني بقى هجيب بقى دقيق. بس الباتيه يستحسن او يستحب ان هو يبقى عجينته ناشفه شويه عن العجينه اللي انا بعملت فيها السندوتشات، بس طبعا كله مشي وكان زي الفل. تمام. هعجن العجينه، هفرد العجينه دي على الاخر زي ما انتم شايفين كده على قد المفرش السيليكون اللي معايا. وهجيب الجبنه بتاعتي، طبعا اي نوع جبنه انت تحبيه مفيش اي مشكله. تمام. بس كده يعني هفرد على الجنب الاولاني، وبعد كده هتنيها تانية خفيفة، وبعد كده هجيب السمنة او الزبدة او سمنة على زبدة او سمنة على زيت، يعني او زبدة على زيت اللي يريحك، اللي موجود عندك. مش هيقول لا بس زيت، لا طبعا عشان بينشف. تمام تمام. هاتني بقى طرف العجينة كده بس على اسمه ايه، على الجبنة، وبعد كده هجيب السمنه بتاعتي وافردها على طبعا يستحب ان هي تكون في درجه حراره الغرفه عشان تبقى سايحه وطريه. تمام. وبالفرشه بتاعتي كده، وهفرد عليها طبقه من السمنه او الزبده زي ما قلنا. بعد كده هبدا اتني بقى على طول على زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي هتبان ان هي ايه بتتزحلق كده عشان طبعا السمنه سايحه والجو حر، فهتبدا ان هي ايه تلاقيها ملويه كده مش مظبوطه معاكي. فانا هعملها اتنيها على الاخر كده، وبعد كده هرشرش عليها شويه دقيق من هنا ومن هنا، وهتبقى بالشكل الحلو اللي انتم شايفينه ده. بس هجيب بعد كده السكينه بتاعتي، يستحب طبعا تكون مشرشره شويه عشان تقطع معاكي العجينه كويس، وهقطعها الحجم اللي انا عايزاه بقى. انا حبيتها يعني ايه حجم وسط، شايفين الطبقات، حجم يبقى وسط ولا كبير ولا صغير. تمام. عشان تبقى ايه يعني بتفرش بعد كده كمان لما بتخمر فحجمها بيكبر شويه. الجبنه باينه فيها بقى طبعا وشكلها حلو، ولما هتخمر كمان هتكبر كده وتبقى حلوه. السوا بقى انا ببقى مسخنه، بسيبها تخمر طبعا دلوقتي، ببقى قبل ما بحطها كده ب10 دقايق بسخن الفرن على اعلى درجه حراره، وبشغل الشوايه معاه. لو عندك مش عندك خلاص بتطفي وبتشغلي الشوايه في الاخر. تمام. دهنتها برضو بالميه بالسكر اللي عندي. ولو ما عندكيش قلنا لو عندك بيضه بياض صفار بيضه تمام مفيش مشكله، تحط عليه نقطه الفانيليا وبتقلبيها وبتدهني بيها الوش. لو ما عندكيش يبقى نسكافيه او قهوه سريعه الذوبان. لو ما عندكيش يبقى ميه بسكر زي ما انا عملت كده او لبن، كل ده يمشي معاكي. تمام. المره دي حطيت عليه بقى حبه البركه. قلنا طبعا حبه البركه مفيده جدا والتركيز والذاكره والحوارات دي كلها، فيعني قلت ابدل بين الاثنين كده. بعد ما خمروا بقى خدوا حوالي نص ساعه وخمروا كده، انا حبيت بقى اعمل شوق بس طبعا عشان العجينه طريه فما بانتش قوي معايا. تمام. فيستحب ان هي او لو مش السكينه دي، فيستحب ان هو يبقى ايه موس. عارفين المواس دي؟ فبتبقى حلوه جدا بقى في الحاجات دي، بنستعملوها في الافران كمان، فبتعملي شرطه كده وشرطه كده وشرطه كده، فبتبان شكلها احلى من كده بكتير. تمام. حطيتها في الفرن زي ما قلت لكم، ما خدوش 10 دقايق بالظبط واستووا هما الاثنين مع بعض. بطلعها عشان اضمن ان هي تفضل طريه، بغطيها على طول او برشها ببخاخ بتاع الميه، بخاخه خفيفه كده، وبعد كده بغطيها كويس جدا وبسيبها 5 دقايق بالظبط. تمام. تكون هديت كده وهي تطرى قوي 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 وتفضل طريه معاكي على طول. تمام. بغطيها كويس طبعا. بعد ما ال5 دقايق عدوا زي ما انتم شايفين كده، كانت تحفه وطريه وريحتها كانت قلب الدنيا. اللبن البودر مخليها طعمها حلو قوي وريحتها حلوه لانه بيعمل كمحسن، فبيخلي العجينه كمان عندي ليها طعم كده وتركيز حلو. تمام.
بس كده ده كنت بدوقه بقى قدامكم، لازم ادوق. شايفين التسويه بقى تحفه تحفه تحفه، يعني التسويه المعجنات بالذات تبقى عايزه درجه حراره عاليه، وتاخدي بالك بقى من الصاج وتقعدي تلفيها الناحيه دي والناحيه دي عشان كلها تبقى سوا واحد. خلاص كده. بس ده كان المعجنات اللي انا عملتها النهارده. قلت لكم زي ما قلت لكم تنفع في كل حاجه، يعني تنفع معايا في لو رايحه مصيف وما تشيليش هم بقى الفطار والغدا، بس اهم حاجه التفريزات الكويسه ان انت تفرزيها من قبلها بفتره عشان لما توصلي تكون متلجه وتفضل محتفظه بقوامها، عشان بعد كده ما تطراش وتعجن والحوارات دي. تمام. في ايام المدارس انتوا عارفين ان انا بحب اعمل الحاجات دي واحطها في الفريزر، وهم قبل ما يمشوا الصبح بسخنها في الفرن عادي واحطها لهم في اللانش بوكس. تمام. فطرنا بقى وظبطنا نفسنا مع كوبايه شاي او كوبايه لبن ايا كان، وكان الحمد لله نعمه من عند ربنا. جينا بقى لمرحله الغدا. كان عندي لحمه في الثلاجه طبعا من ايام العيد، فلحمه ما انا مش عارفه هي قد ايه بصراحه، عشان بس ايه اللحمه دي اللي فيها دي مش دهون، اللي فيها دي زي العروق كده. تمام. بس عشان ما تفتكروش ان هي فيها دهون كتير، عشان انا في الاخر احط عليها دهون. فبعمل ايه في الاول؟ بسخن الحله كويس جدا جدا، وبعد كده بحط عليها اللحمه. بديها زي صدمه كده عشان ما تنزلش الميه اللي فيها كلها. بعد كده بسيبها بقى، بوطي عليها النار تنزل ميتها وتستوي، يعني مش تستوي، يعني بتتشوح بس مش اكتر. تمام. كان عندي شويه بصل، كانوا اخر حبه بصل عندي، فقطعتهم كلهم عشان هعمل طاجن اللحمه بالبصل. هعمل طاجن لحمه بالبصل. طبعا البصل لو اكتر من كده مش هيقول لا، لان اللحمه كانت عندي حوالي كيلو ونص او حاجه زي كده. تمام. فاللحمه يعني اللحمه بتبقى قد البصل المفروض يعني، بس انا عندي زوجي ما بيحبش البصل الكتير والحاجات دي، فبحاول اقلل بقدر الامكان. بس طبعا في الطاجن ده اللحمه ما يعني البصل ما بيبانش اصلا، بيتكرمل كده وبيبقى نفس طعم اللحمه، فبيبقى تحفه. فمهما هتكتري هيبقى حلو برضو. طبعا انا بحب الطاجن ده ليه؟ اللحمه اولا بتستوي بسرعه، يعني بدل ما هي هتاخد ساعتين على النار او 3 ساعات على النار لو في الحاله العاديه طبعا، فهتاخد معاكي ساعه بالظبط في الفرن. تمام. بيطلع طعمها جوسي وحلو جدا ومستويه ومهريه كمان، بتقع كده من على المعلقه. تمام. بعد كده بيبقى طعمها طبعا واخد طعم الفخار كده والحلاوه بقى بتاعت الفرن، فبيبقى حاجه خيال. فجربوها هتعجبكم ان شاء الله. اول حاجه عملتها زي ما قلت لكم في اللحمه، وبعد كده جبت البصل بتاعي نقطتين من الزيت او معلقتين من الزيت عشان نبقى صراحه. وشوحت بقى البصل فيها كويس، وبعد كده طلعت باللحمه على البصل، هشوحهم مع بعض شويه حلوين كده عشان تاخد من طعم البصل معايا. وكل ده على نار، كان على نار عاليه، بس حسيت ان شايفين الاستانلس بيعمل ازاي. طبعا في ناس كتير جدا سالتني على الحلل الاستانلس، فبتستعمليها ازاي على طول كده؟ احنا ما بنعرفش نستعملها. فانا عندي الحلل الاستانلس عايزه نار هاديه، بس دي اهم حاجه عندك انا بعمل فيها الرز، بعمل فيها المكرونه، بعمل فيها كل حاجه، بس اهم حاجه النار الهاديه. تمام. التتبيله بقى بتاعت الطاجن ده، حطيت الملح طبعا، بملح اللحمه جدا عادي جدا، ما بيفرقش معايا في السوا خالص بتاعها. وحطيت عليها ملح وفلفل اسود ورشه من السبع بهارات. تمام. بعد كده بقطع عندي قرنين من الفلفل الرومي، بيدوها طعم حلو قوي قوي، ولو الوان بقى كمان يبقى تحفه. بس انا اللي كان عندي اخضر. وعندي معلقه من الصلصه، يعني كيس الصلصه ده انا بحط نصه لانه هو يعتبر عباره عن معلقتين كبار، فانا بحط معلقه من الصلصه. تمام. شايفين بقى خدت ودت كده مع بعضها، وهحط عليها بقى الصلصه زي ما انتوا شايفين كده. انا ما كترتش عشان انا عايزه بس لون يكسر لون اللحمه. انتوا عارفين بيبقوا ساعات الميه بتاعتها بتبقى معكره كده، لو بالذات هي لو ناشفه. تمام. بس هقلبها تقليبه خفيفه كده، وبعد كده جبت الشوربه بقى اللي كانت في اللحمه، انا زودتها ميه بعد ما شلت منها اللحمه، زودتها شويه ميه وغليتها، وبزود منها بقى عشان تاخد الطعم بتاع اللحمه كمان. بتاخد غلوه بقى كده في الصينيه بتاعتي، او اسمها ايه، الطاسه بتاعتي. بغطيها تاخد غلوه حلوه كده، وبتاكد بقى من الملح بتاعها والبهارات بتاعتها مظبوطه ولا لا. ولو عايزاها فلفل حامي بيبقى حلو جدا برضو، بس حسب ما بتحبوا. زي ما انتوا شايفين كده غليت، بشيلها واحطها في الطاجن. ولو عايزه ميه بزودها عشان تاخد سواها بالمره، عشان ما تقعديش تفتحي عليها وتتلسع لا قدر الله. فاظبطي الملح بتاعها والميه وكله عشان ما تفتحيش عليها تاني في الفرن. وتظبطي عليها الفرن على نار عاليه، وتنزلي الرف بتاعك لتحت شويه على اول رف، وتعلي الفرن على الاخر، وتغلي بقى، تسيبيها ساعه بالظبط. لو حسيتي ان هي هتعمل ممكن تهدي عليها النار حبه. انا حطيت قطع من الدهون كده، عندي كانت دهن لحم،
عجالي برضو، فحبيت احط عليها شويه كده عشان تديها غناوه كده بس مش اكتر. بس غطيتها بورق الفويل، وبعد كده هحطها في على الفرن زي ما قلت لكم. على بال بقى ما اللحمه بتاعتي تستوي، عندي بقى ايه، كنت جايبه شويه جزر كده حلوين وفلفل، والفلفل طلع للاسف مش حامي، يعني انتوا عارفين انا بحب الفلفل الحامي. كيلو الجزر كان ب10 جنيه، والفلفل ده كان تقريبا كيلو ب12. بس فانا عندي طالما مش حامي ما بيتاكلش، يعني انا مش عارفه في حد زي كده ولا لا، انا طالما الفلفل مش حامي ما بعرفش اكله خالص. بس فقلت اخلله، يعني انا جبت مره بس في الصيف وفي الحر ده جبت مخلل مره واحده بس، فطلع بايظ، وكان بصوا مش قادره اوصف لكم، يعني كان اسوأ تجربه مريت بيها في حياتي، وندمت ان انا جبته. فلقيت الجزر طالع كده وشكله حلو كمان ومصحصح كده وجميل، والكيلو بتاعه ب10 يعتبر مش حاجه، لان انت بتجيبي الربع كيلو بالمخلل، مفيش كيس صغنن قد كده ب7 جنيه وما فيهوش اصلا، ما بيبقاش حلو. فال10 جنيه عندك ولا حاجه يعتبر بالنسبه اللي انت هتعملي، شوفي 3 بطرمانات هتعملوهم ما تكلفوهم ايه، ولا حاجه، يعني 15 جنيه كلهم. تمام، وحاجه نظيفه، وحاجه انت هتحطيها في تلاجتك هتضمني ان هي قاعده مظبوطه كده، وايه مش هتبوظ منك ولا حاجه. تمام. فهقطع الجزر التقطيعه اللي انت تحبيها، طبعا انا بقى عندي القطاعه دي فبحبها جدا، فبقطع بيها الجزر. خلصت تقطيع الجزر، وعندي بعد كده الفلفل اللي انا قلت لكم عليه ان هو مش حامي، يعني مش حامي خالص، يعني مش اللي هو مثلا من فوق كويس ومن تحت حامي حبه، لا ده مش حامي اصلا. فقطعته التقطيعه اللي انتوا شايفينها دي، ما حبيتش اسيبه زي ما هو، عشان ايه يبقى سهل كده في الاكل كمان، وزي اللي احنا بنجيبه من بره دي، عارفين بقى اللي هو الفلفل الهالبينو اللي احنا بنجيبه بس بيبقى حامي طبعا. فحبيت ايه اقطعه التقطيعه الحلوه دي عشان يبقى سهل، فهخلط منه شويه مع الجزر، وهعمل شويه لوحدهم مع في بطرمان لوحده كده عشان يبقى خاص بنفسه. تمام كده خلصت تقطيع الاتنين، وشلت قرنين فلفل كده عشان احطهم برضو احتياطي في التلاجة. هعبي بقى البطرمانات بتاعتي بتبقى مغسوله كويس جدا ومتعقمه على عين البوتاجاز، او تحطها في الفرن او في الميكروويف، بتاخد السخونيه كده وبتتعقم عشان ما تبقاش فيها اي بكتيريا. تمام. بملاها كده اسمه ايه، بملى البطرمانات كده بالجزر والفلفل الاتنين مع بعض. بصوا الشكل حلو قوي. فبملى البطرمانات دي كلها، وعندي بقى محلول النقع بتاعي، ممكن تحطي الملح مع الميه مع الدقه مع السكر مع كل الحاجات دي مع بعضها، وتدوبيها وتزودي بيها في الاخر، او تحطي الملح مع الدقه او هريسه الشطه، انا بقول عليها دقه او هريسه الشطه، وايه تاني حطينا ايه تاني، وسكر، تحطيهم في البطرمانات زي ما انا بعمل كده، وبعد كده تزودي الميه براحتك، عشان بعد كده بعمل وفي الاخر بتزيد او بتنقص، فمش بحب الموضوع ده. تمام. فانا بحط المعيار بتاع البطرمانات بتاع الملح والحاجات دي، وبعد كده بزود ميه براحتي. فاول حاجه البطرمانات بحسب حجم البطرمانات الصغيره، في بطرمانات صغيره وبطرمانات كبيره، فانا بالويم كده فبحط حوالي معلقه ونص من الملح. تمام. حطيت نص معلقه من هريسه الشطه على الجزر، ونص معلقه من السكر او ربع معلقه من السكر على كل بطرمان، ربع معلقه. تمام. هريسه الشطه قلت حطيت على الجزر بس عشان هو اللي بيبقى محتاج المزازه، لكن الفلفل عصره الليمون هتبقى حلوه قوي عليه، او الخل، بس انا بحب الليمون احسن. تمام. والسكر طبعا عشان يحافظ لي عليه يعني مقرمش كده وناشف، ما يتهريش مني او يهبط زي ما احنا بنقول. تمام. بس وازود بقى الميه بتاعتي براحتي، بعد كده املاهم بالميه، وبحط على وشهم كيس من البلاستيك، وبعد كده بقفلهم واسيبهم في الحر ده هو يوم واحد بس بره التلاجة، وبعد كده بحطهم في التلاجة عشان ما يتهروش مني. تمام. بس وبتاني يبعدوا يعني حوالي 3 ايام بالظبط، وبتاكلي منهم بيبقوا زي الفل. طبعا الجزر احنا عارفين ان هو بياخد سوا شويه، بس هم خدوا عندي حوالي يعني ما كملوش 3 ايام واستووا، وهناكل منهم ان شاء الله. خلاص. بس ممكن تحطي خل وممكن ما تحطيش، انا هنا مش فاكره ان انا حطيت بصراحه او حطيت، انا مش فاكره يعني اختياري، بس طالما عندك ليمون وهريسه الشطه عندي فيها ليمون وخل فبتغني عني كتير. تمام. بس بزود البطرمانات بتاعتي وبغطيها، وبحط على وشها رشه من الزيت عشان تمنع برضو اي بكتيريا تخش لها. تمام. والاكياس دي بتحفظ جدا جدا جدا. بقلبهم بقى على وشهم بعد كده، وخلاص على كده يبقى البطرمانات عندي جاهزه، وهسيبها على الرخامه بقول لكم يوم كامل، وبقى عشان الجو حر طبعا، لو مش الجو مش حر فبتسيبيها عادي 2-3، بعد كده تحطيها في التلاجة. طالما البطرمان خدتي منه شويه لازم تحطيه في التلاجة على طول، هيقعد معاكي بالاسبوعين والثلاثه. تمام. تمام.
خلصنا بقى المخللات بتاعتنا وجينا للاكل. كان خلاص كده طفيت على الطاجن وحطيت عليه وعملت رز وسلطه وظبطت الدنيا. هوريكم بس اللحمه عامله ازاي. بصوا شايفين بتقع من المعلقه كده ودايبه دوب وما خدتش وقت خالص خالص خالص. بس ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه ولو حاجه بسيطه. مش محتاجه اقول لك طبعا لو وصلت لحد هنا في الفيديو تحطي لي لايك وتشتركي في القناه، ودعوه حلوه منك، واشوفكم على خير ان شاء الله. هنا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم سالمين.